في أن أكمل التجربة بدون أي إشكالات وأحمل الفيلم وأكمل المونتاج معه، وراح يصير فيلم الجمهور يقيمه إذا كان يحبه أو لا يحبه لسبب فكري أو فني. مسألة هو سيعرض في أوروبا؟ في أوروبا أكيد راح يعرض، راح يعرض المهرجانات وراح يدخل صالات السينما. هنالك فرصة لأن يعرض في العراق؟ أنا أريد أحاول أفرضه على العراق. هو شكل الفيلم ربما الواقع الاجتماعي لا يسمح لي أن أتحدث بصراحة. أنا الدكتاتور عندي إلى مشهد مع عشيقته، على يعني مع الزوجة الجنرال من القادة مالته، يغويها وينام معها بالفراش. يعني عندي بطلة الفيلم تتحدث الدكتاتور وفي مشهد تفتح صدرها يعني أمام بالحفل يعني. أنا من النوع اللي يتحدث، فممكن تكون هنالك تحفظات بهذا. أنا ما يهمني يعني، مستعد أجي حتى رجال يقولوا تفضلوا شوفوا الفيلم، وهذا الفيلم فيه مشاهد جنسية، اللي يحب يشوف يتفضل يشوف، اللي ما يحب يشوف خليه يتفضل يطلع يعني. ما يهمني، أنا شخص هذه حياتي دائما انظر الى الواقع. شلون افسرها؟ انا ما جيت عملت افلام جنسيه ولا عملت فيلم بورنو، لكنه المشهد يقتضي انه هنالك واقع تريد ان لحظه بها الجنرال يتخيل الدكتاتور عم ينام مع مرته، وفعلا نايم مع مرته مع زوجته، فينتحر لحظه انتحار خلاص من الحياه، وينتحر بالحمام يعني في الحفل يعني يتم الانتحار. الان يعني بعد أن ينتهي هذا العمل ويعرض، وإن شاء الله يعني يحقق ما تصبو إليه يعني ويلاقي هذه الأصداء. سمعنا أيضا أنه هنالك فكرة لإنتاج فيلم عن الإمام الحسين. نعم. كيف تولدت هذه الفكرة؟ كيف سيتم تناول هذه الفكرة؟ أنا يعني من طفولتي أنا أزور الإمام الحسين، وأخذ أمي الله يرحمها وأزورها وأدخلها في المزار وإلى آخره، وأزور قبور مقبرة السلام والإمام علي والإمام الحسين. هاي داخلة في وجداني يعني. وتكويني، هذا تكويني يعني عراقي، عشت مع المقدسات الجميلة يعني. لكن أن يطرح هذا الفيلم في هنالك فكرة جديدة بالطرح يعني. أنا قراءتي للحسين هي غير القراءة الروزخونية يعني. الروزخونية غير القراءة المنبرية بالتأكيد يعني. أنا رحت 7 سنوات أقرأ في التاريخ، وكنت أكتب تحت إشراف سماحة الإمام محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، اللي كان هو متبني الفيلم. أصلا جت وفاة سماحة الإمام شمس الدين هي اللي وقفت الفيلم، اللي كان ممكن صوره 1995، لكن وفاته اجت تعطلت الفيلم. انا اريد ان اسال، هل كان هناك ظهور للشخصيات؟ كان مقرر ان تظهر الشخصيات؟ تظهر بطريقه، وهذا اللي خلاني ما انطي السيناريو، لانه اتصور في مدينه السينما الايرانيه طلبوا مني السيناريو، قلت لهم لا اعطيكم المعالجه السيناريو ما اعطي، لان الطريقه اللي اصور بها فيلم الحسين الحقيقه طريقه طريقه مبتكره خاصه يعني. مبتكرة خاصه، ما تخضع لهي العمليات المخبريه الفنيه وعدم اظهار الصوره، لا يعني المشاهد اذا اتيح لي انا اخرج الفيلم ان شاء الله راح اخرجه، اذا يطلع المشاهد من الشاشه راح يشوف الممثل، بس ما يقدر يعرف انه هو هذا شافه او ما شافه، هو الحسين او مو هو، ما راح يتاكد، بس راح نشوفه، راح نشوف لحظات فيها تعبير اكيد. يعني مثلا الحسين عليه السلام لما يودع قبر الرسول، فانوس يروح بالليل ويريد يودعه ويغادر المدينه، وتنزل الدموع يعني من عينيه بين يعني شعيرات ثقنا مصورها انا من خلال الفانوس اللي على الحائط. هاي اللحظات بالتفاتاته لابد اكو تعبيرات معينه، وبعدين نروح اللقطات العامه من الخلف، فيها شغل سينما يعني الكل كثير يعني. اظن حتى يعني الكل الان سيترقب انتاج مثل هكذا افلام، اولا كونها افلام عراقيه ومن مخرج ومن يد عراقي يعني خرجت من تحت عباءة عراقي اصيل، وثانيا تتناول شخصيه يعني مهمه في تاريخ الانسانيه وفي التاريخ الاسلامي بلا شك. يعني انا حلمي صراحه حلمي، وربما وعلى الاغلب يعني اذا اخرجت فيلم الامام الحسين اتوقف عن عمل السينمائي. طبعا لربما تكون خساره للجانب السينمائي العربي والعراقي. لا احنا في طور نريد ان ننمي. انا يعني كل هذه المسارات هي تكاد تكون قد أهلتني أن تصل في هدف واحد، أن أوصل للإمام الحسين. الكل إن شاء الله سينتظر إن شاء الله. طبعا كل هذا الحوار كنا مستمتعين فيه، وكنا نتناول يعني قاسم المخرج في حين يعني لربما إذا تحدثنا عن قاسم الكاتب بحاجة إلى حلقة أخرى، لكن بهذه العجالة
أهم إنجازاتك الكتابية؟ والله أنا يعني عندي مجموعات قصصية، العباءة السوداء طلعت، وعندي روايات سينمائية الخندق، وعندي طلعت لي رواية هلا في لبنان العزير. نعم. وكتبت رواية دخلت مسابقة فيها الآن اسمها على أبواب بغداد. وعندي كتاب صدر لي عن السينما قبل فترة، تأملات سينمائية، كتاب كبير. والآن عندي كتاب أنجزته إلى طلبة أكاديمية السينما في العراق، يعني لهم خاص. نعم. كيف يعملوا السينما وما هي أبعاد لغة السينما، كيف يكتبوا السيناريو. أسميته بستان السينما، سوف نعم. يصدر قريبا في العراق، وهذه هدية إلى طلبة السينما، لأن الغربة مالتي ما أتيحت لي فرصة أن ألتقي فيهم، فعلى الأقل ألف لهم كتاب وأهدي لهم إياه. أنا يعني أريد أقول كلمة إذا الوقت يسمح يعني. تفضل. يعني أنا أقول إنني، وهي أكررها، إنني وإن كنت ربما قد خرجت وغادرت العراق، يعني ربما خرجت من المشنقة ربما، ولكن بشكل من الأشكال إني هربت يعني. والناس الذين بقوا داخل العراق حتى وإن اضطرتهم الظروف للمساومة، فإنهم بمعنى من المعاني صمدوا. وأنا الآن أعود للعراق، أقدم اعتذاري لأني غادرت العراق، وأرجو من إخواني السينمائيين أن يقبلوا اعتذاري. إن شاء الله الكل سيقبل اعتذارك، ما دمت عراقيا، ما دمت مبدعا، ما دمت معطاء إلى الآن، فالكل بحاجة إلى هذا العطاء السينمائي. أنا استمتعت جدا بالحديث إلى حضرتك. استمتعت بالأسئلة. الله يسلمك. أنا أتمنى إن شاء الله نلتقي من جديد، ليس فقط على مستوى الحوار، ولكن لنرى الإبداعات المستمرة إن شاء الله. أستاذ قاسم حول، يعني نتمنى لك كل النجاح، نتمنى لك كل التوفيق، وأشكرك شكرا جزيلا. أنا أشكرك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا للمصورين الأخوان كلهم، المخرج. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي مجددا مع شخصية مبدعة عراقية. إلى اللقاء.